السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخوتي وأخواتي في الله في قناة المحترف واحد، حلقة جديدة. هذه الحلقة هناك حلقة تشبه حلقة سابقة وقديمة بخصوص حاسوب لا يريد الاشتغال. في الحلقة الأولى وهي التي كانت حقيقة منذ 5 سنوات تقريبا ما شاء الله، مفيدة إلى حد هذه الساعة، ولكن أردت أن أجدد هذه الحلقة بحكم أن تغيرت الحاسوب، تجديدات الحاسوب، ولكن العطل واحد، لأن البرمجيات والخوارزميات تطورت، ولكن القاعدة هي القاعدة. يعني الحواسيب تشتغل بنظام ما يسمى بالبينار، صفر أو واحد، ولا يتغير. مع هناك دوائر كهربائية تصلها المعلومات، وهذه الخوارزميات التي تدور في الحواسيب تتطور حقيقة في البرمجيات، ولكن في الأصل يبقى دائما واحد. لأجل ذلك أردت أن أشارككم في هذه الحلقة مشكلة هذا الحاسوب لا يريد الاشتغال. الآن كما تشاهدون أمامكم الشاحن في الكهرباء، صادع هنا الشاحن في اللابتوب، وتشاهدون الآن يشتعل كما تشاهدون الآن. أرجو تكون الصورة واضحة. هنا يشتغل الحاسوب وترتفع الصورة. أبين لكم، يعني تشاهدون هنا هناك استجابة الحاسوب، ولكن سأقوم بالضغط على زر باور وننظر إلى الحاسوب لا يريد الاشتغال. لا توجد أي إجابة، لا إجابة. كان يقول البعض كأنك لا تضغط على الزر، ولكن سأضغط عليكم حتى بهذا القلم. تشاهدون لا يشتغل الحاسوب، لا توجد أي إجابة من الحاسوب. لا تقوم يعني حقيقة. فهناك العديد من الأسئلة تأتيني: ما هي مشكلة هذا الحاسوب؟ ولا تقوم يعني بالخوف. المشكل في بعض الأحيان المشكل سهل. إذا كان حاسوبك قبل أن يشتغل وبعد ذلك لم يشتغل، الأمر سهل جدا. هناك بعض الأوامر والخوارزميات التي لم تتطابق مع الدوائر الكهربائية. الحل بسيط جدا، سنشاهد مع بعض. يعني لن أقوم بقطع الكهرباء ولا بالمونتاج ولا بأي شيء. توصلون معي الفيديو، ورجاء لا مجال لقول الفيديو طويل ولا غير ذلك. أنا أريد أن أوصل الفكرة كما هي أمامكم. هنا سأقوم بنزع الكهرباء كما تشاهدون، غلق الحاسوب، نزع البطارية. أرجو أن تكون الصورة واضحة. هنا كما تشاهدون هناك علامة هنا في الحاسوب فتح البطارية. نزع البطارية، وهنا في المكان الآخر نقوم هنا بسحب البطارية بهدوء. يعني قمنا بنزع البطارية أمامكم. الأمر سهل. نقوم الآن بآلة الحاسوب، بالضغط هنا على زر باور لإفراغ الحاسوب من كل الطاقة الكهربائية. نقوم بالضغط 10 ثواني 15 ثانية، أكثر قليل كما تريد. الهدف من هذه الطريقة هي إفراغ جميع الدوائر الكهربائية في الحاسوب من الكهرباء، لأن في هناك بعض الدوائر الكهربائية التي تعتمد في شغلها وأغلبها على صفر أو واحد، يعني فتح الممر بمرور الكهرباء وغير ذلك. وهناك ترتبط بعد ذلك بالخوارزميات. إذا قمنا بإفراغ كل الكهرباء من الدوائر، بعد ذلك سنضع الكهرباء وتشتغل الحاسوب. نقوم الآن بوضع الشاحن وننظر النتيجة. وضعنا الشاحن، تشاهدون الآن، وأنا نضغط على زر الباور إن شاء الله. بسم الله. تشاهدون الآن اشتغل الحاسوب. قام الآن الحاسوب بالاشتغال. وأنا إضافة سأقوم بأنتري وسيقوم الحاسوب بالاشتغال إن شاء الله. المهم هنا أن الحاسوب اشتغل، يعني هناك أنا أقول بالأنتري وسيشتغل الحاسوب إن شاء الله اشتغل وحل هذا الأمر. يعني لا يوجد أي إشكال. بعد ذلك كما تشاهدون هنا الكهرباء بدأ اشتغال. الحاسوب هنا قام بالانطلاق والاشتغال. لا يمكن، يعني هذه طريقة مفيدة إن شاء الله. وتواصلوا معي مع وجود الوقت. إن شاء الله سأسعى إلى الرد على الجميع، وأرجو أن تكون هذه الحلقة أفادتكم. يعني بدون خوف نقوم بهذه الطريقة، وإن شاء الله مفيدة في بعض الحالات ولم لا في أغلب الحالات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأمل اللقاء بكم. أرجو أن أجدكم بخير.